السلام عليكم، أهلا بكم في مختلف عليه. التاريخ الإسلامي كتبته أيادي كثيرة وبروايات أكثر. كل مؤرخ وكل راوي وكل ناقل حكى بما هو حقيقي أو ربما ظن أنه كذلك. طيب، حكى بعقله وبتجرد ولا بعاطفته ومشاعره؟ طيب، هل نقل عن مصدر ثقة أم عن مصدر يقول ما يحب المؤرخ أن يذكره وأن يكتبه وأن ينشره لأنه يخاطب هواه؟ التاريخ كتبه بشر عن بشر. أرجو أن المعلومة دي تبقى واضحة ومؤكدة عندكم. لا هؤلاء مقدسون ولا أولئك مقدسون. تاريخ بشر كتبوه عن بشر عاشوه. تعالوا نسمع هذه القصة من تاريخنا الطويل الممتد. هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. مصادر تاريخية بتجمع على تلقيبه، وصفه بلقب يعني خليع بني مروان. في أقصى من كده، في أعنف من كده. المسعودي في كتابه مروج الذهب بيقول: كان الوليد بن يزيد صاحب شراب ولهو وطرب وسماع للغناء. طبعا كل دي صفات يتهم بها، كان كلها تهم. فهو أول من حمل المغنيين من البلدان إليه وجالس الملهين دول اللي هم يعني أصحاب اللهو، وأظهر الشرب والملاهي والعزف، وغلبت عليه شهوة الغناء على الخاص والعام، وكان متهتكا ماجنا خليعا. صفات كلها تترمي زي قطع الطمي والطين في وجه أي خليفة. هل دي هي الحقيقة؟ هل يمكن أن نصدق هذا؟ يمكن أن نصدق هذا، ليه لأ؟ وممكن في نفس الوقت يبقى كل وصف وقذف لهذا الخليفة إنما جاء نتيجة معارضين ومختلفين معاه وكارهين له ومنافسين له من نفس البيت الأموي. إزاي؟ هقول لك. الحقيقة أن السمعة السيئة للوليد لم يكن أغلبها من صنعه. محدش يستطيع أن يقول أن هناك يعني وليا إماما تقيا نقيا كان بيدير الحكم، لكن من المؤكد أنه معارضو الوليد كانوا أكثر الناس اتهاما له وأكثر الناس قذفا له وفي أخلاقه تحديدا. ليه؟ لأن هشام بن عبد الملك أراد خلعه، وأراد أنه يدي البيعة لابنه مسلمة ابن هشام. الإمام الذهبي يقول لك: لم يصح عن الوليد بن يزيد كفر ولا زندقة، بل اشتهر بالخمر والفحشاء. خد بالك هنا كمان الكلام عن الفحشاء في ظل خليفة عنده كل الجواري وما ملكت اليمين والشمال، كمان كلام يعني محتاج ان انت تعيد ترتيبه في ذهنك. لما انما حكايه الخمر الحقيقه التاريخ بيقول لنا انه معظمهم كان بيشرب الخمر. لكن خلينا نعمل القرايه بقى من ناحيه تانيه. هل احنا يهمنا تصرفات الخليفه الخاصه في صحن داره او قصره وبين مواليه وجواريه، ولا يهمنا علاقته بشعبه؟ خد بالك عمل ايه بقى الوليد. زاد عطيات الشعب عشرات الدنانير، اهتم بتوزيع الهدايا على الأطفال والفقراء، تكفل بالمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، ووكل لكل واحد منهم خادما، وعمل على استصلاح الأراضي الزراعية والعناية بالحيوانات. كان كريما خدوما لدرجة أنه كان لا يسأل شيئا قط فيقول لا. الرجل الذي لا يقول لا أمام أي مسألة أو طلب. ابن كثير في كتابه البداية والنهاية هو اللي قايل كده. يبقى هنا إيه المشكلة بقى؟ أين تكمن المشكلة؟ كان للوليد تصور بأنه على الناس أنهم يهتموا فقط بمصالحهم مع الدولة، مش متابعة حياة الحاكم الخاص.
النفخ في الحياة الخاصة بأنها مجون وخمور ونساء يعني أي حد في موضع الحقيقة الخلافة والحكم المطلق في الدولة الإسلامية ما ظنيش أنه كان هيبعد كتير عن الجواري والنساء، وكلهم بتاريخ شخصي بيقول كده، خصوصا أنه في مظلة الحلال يعني ما ملكت اليمين وغيره. إنما أنه يبقى الحساب مع الحاكم أو الخليفة على أنه أصله مصلي أو مزكي أو قوام الليل، لكن أنا إيه يهمني واحد قام طول الليل صلاة وتاني يوم الصبح خد قرار بذبح 100 واحد ولا سجن مش عارف إيه ولا العصف بمال الخلافة، إيه يعنيني في صلاتي وقيامي؟ هو هنا بقى القضية اللي عنوانها الوليد. طبعا دس للوليد وقتل عشان بس الأمور تبقى واضحة. لقي مصرعه على أثر ثورة أقامها ضده بتدبير ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك وابناء العمومة طبعا هشام وسليمان والحجاج. نجح هؤلاء في تلطيق سمعة الوليد واتهموه بالفسق، رغم أنه زي ما ابن الأثير بيقول بيتكلم عن عطف الوليد على الفقراء والبسطاء، على دماثة خلقه، لكن التنازع على العرش هو سيد تكنيك تشويه الخصوم. وهكذا ممكن التاريخ يكتبه المنتصر أو يكتبه لتصفية الحسابات أو للانحيازات لخليفة على حساب خليفة آخر أو مذهب على حساب مذهب آخر. ولأن الحضارة الإسلامية كانت في بدايتها حضارة شفاهة، حضارة شفوية، وكثير من المؤرخين المتقدمين زي الطبري، ابن الأثير، ابن عساكر، ابن كثير والذهبي، وكلهم بيكتبوا كل ما يصلهم من روايات للتوثيق وليس للتدقيق. يبقى مهمتنا احنا ايه بقى؟ مهمة القارئ ايه؟ المتلقي للتاريخ، انه يشغل عقله، يتحرى بين الحكايات والروايات، يدقق. ليه؟ لانه لما بنشوف دلوقتي خطب الشيوخ والمناهج الدراسية مليانة أقاصيص أعاجيب لا منطق لها ولا معقولة فيها. تعالوا نشوف التقرير ده ونحكم بنفسنا. المسكوت عنه في التاريخ الإسلامي، إعادة كتابة التاريخ الإسلامي، رؤية منهجية للإسلام، شدو الربابة في معرفة أحوال الصحابة، المسكوت عنه في تاريخ عمر، التاريخ الآخر، لحظة التاريخ، شخصيات قلقة في الإسلام، شخصيات غير قلقة في الإسلام، تاريخ الاستبداد في الإسلام، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دماء على أستار السلطة، وكتابات أخرى لا تعد. كتب ودراسات وبحوث صدرت وتصدر تحاول مصيبة أو غير مصيبة أن تعيد كتابة تاريخ ظل طويلا بعيدا عن المراجعة والتدقيق، تحاول أن تنزع بعضا من هالات القداسة التي أسبغها الكثير من المؤرخين على سير الصحابة واعتبروهم كلهم ثقات عدولا. قصص وحكايات ومرويات وسير لأشخاص مقدسين صنعوا أمجادا وبطولات، لكنهم أيضا أوغلوا في الدم، وشتان الفارق ما بين التعامل مع شخصيات مقدسة وشخصيات تاريخية. تستطيع عزيزي المتابع بسهولة أن ترصد تضارب الروايات وتداخل الحكايات في سياق الصراع السني الشيعي، صراع الفتنة الكبرى الذي ألقى بظلاله السوداء على حياتنا حتى اليوم. فالمؤرخون السنة يطعنون في الروايات الشيعية والعكس بالعكس. الحضارة الإسلامية قامت في مخاضها الأول على الروايات الشفوية، فتداخلت الحكاية مع الأسطورة، مع الخرافة، مع الرواية التفخيمية التي تجعل من أناس عاديين قديسين وتعطيهم أبعادا ملحمية. وهنا تتشابه المرويات الإسلامية أحيانا
مع سير القديسين المسيحيين ومعجزاتهم. وجدنا حكايات لا سند لها لشخصيات تحيك المؤامرات، ولجن يقتل صحابيا مثل سعد بن عبادة، وسير تشويه لشخصيات وسير تفخيم لآخرين. واليوم ما أحوجنا أن نخضع تاريخنا للعلم والعقل والمنهج والتقييم، خاصة تاريخنا المدرسي الذي يخرج ملايين من الدارسين والطلاب كل عام بلا أي عقلية نقدية. فكما قال ابن خلدون: التاريخ في ظاهره الأخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. أحداث جسام ومحن مرت بها الدولة الإسلامية منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصراعات آل البيت مع بني أمية، وحروب الردة، والفتنة الكبرى، والفتوحات، وتمدد الدولة. تاريخ طويل يحتاج لإعادة نظر حتى نستخلص العبر. إذن العرب والمسلمين عموما اهتموا بالتاريخ. حضارتنا لها إسهام على فكرة في علم التاريخ في عصور متقدمة، بس كالعادة أسهمنا في العلم وبعدين عطلنا، توقفنا، شلينا، لم نتطور، لم نسير الركب. ولما حاول البعض أن يفكر، أن يمعن التفكير، أن يجتهد، أن يسير الركب العلمي الإنساني البشري اللي فيه تقدم، خرجت اتهامات الشيوخ والوعاظ بأننا أو بأن البعض بيقلد المستشرقين والمستغربين، وأنه بيحصل تلويث وتشويه لتاريخ الصحابة والتابعين. وكان أي نقاش من وجهة نظرهم مرفوض تماما لو كان بالعقل. وجهة نظر مين؟ وجهة نظر المتسلفين. ابن خلدون قال عن التاريخ أيضا في مقدمته الشهيرة والأشهر، وكانت جزء كمان من العطاء العربي الإسلامي فيما يخص علم العمران أو الاجتماع وأيضا التاريخ. خدوا بالكم، هو سمى التاريخ مش علم التاريخ، سماه فن التاريخ. قال لك إن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، وتشد إليها الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوق والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال. الأقيال يعني الرؤساء، يعني السوق والعامة يقصد اللي هو يعني العامة، يعني من الناس غير المتخصص، البني آدم العادي يهتم بالتاريخ ويريد أن يعلم التاريخ، والرؤساء والحكام، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال. ده لسه ابن خلدون بيقول: إذ هو في ظاهره لا يزيد عن إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال. يعني معني بالتاريخ، مهتم بالتاريخ، فاهم دور التاريخ. لكن وعاظ السلفية والمتطرفين عايزين بس نصدق التاريخ الدعائي. تاريخ دعائي شبه الإعلانات وشارات الدعاية، مش التاريخ الحقيقي. عايزين يقدموا تاريخ كأنه تاريخ ملائكي، كأنه تاريخ مجتمع مثالي. وطبعا تاريخ القوة والفتونة والفتوة وغزو الأمم، سحق الدول، أستاذية العالم، إمبراطورية الإسلام. تاريخ طوابير الأسرى والسبايا، مش تاريخ تلاقي الحضارات، مش تاريخ الانتصارات العلمية والفكرية، لا، تاريخ الخراج والجباية وفرض الجزية. حتى مش تاريخ بقول لكم علم ابن سينا وطب وموسيقاه، أو علم الخوارزمي وابن الهيثم، لأنه هؤلاء أنفسهم تم اضطهادهم من شيوخ عصرهم. عايز تعرف يعني إيه التاريخ بالنسبة لهم؟ كم مرة سمعت قصة طارق بن زياد لما وصل على حدود الأندلس وقال: إن العدو أمامكم والبحر، ولا البحر أمامكم والعدو خلفكم فأقدموا فأين المفر. ودخل وفتح الأندلس ودخل
في هذه البلاد فاتحا غازيا منتصرا. مش كلكم سمعتوا القصة دي ومبسوطين قوي من طارق بن زياد والبطل طارق بن زياد وشركة مش عارف طارق بن زياد ليميتد وطارق بن زياد؟ ماشي لغاية هنا، ده التاريخ الدعائي اللي هو بيقدم لحظة حقيقية بالمناسبة، لكن لحظة وتوقف عندها. طب ما تكمل وتقول لنا ان طارق بن زياد لما فتح اكثر من مدينة وبلد وبعدين قعد منتظر مجيء قائده بقى الاصلي موسى بن نصير، فجي موسى بن نصير وسجن طارق بن زياد واتهمه بانه حرامي وانه خد من الاموال لحسابه المفترض انه يسلمها لبيت المال، وسجن وحبس وعذب طارق بن زياد ورحله الى عاصمة الخلافة مسجونا مذلولا. يبقى كده بقى تاريخ، كملنا القصة على بعضها، انما البحر امامكم والعدو وراءكم وبس ما يبقاش تاريخ، يبقى التاريخ الدعائي، يبقى نصف الحقيقة. وفي الغالب ومن المؤكد ان نصف الحقيقة كذب. عشان اكملك الحقيقة كمان، موسى بن النصير نفسه الخليفة اتهمه انه حرامي وسرق الفلوس وسجنه. ها كمل التاريخ؟ كملت القصة دي معاك ولا ما كملتش؟ إن كتابة التاريخ الإسلامي من الناحية الفكرية ومن الناحية التطبيقية المجتمعية جرى كما كان التاريخ يكتب عبر المراحل والعصور في جميع الأمم بتراثها الثقافي الفكري والمجتمعي والسياسي منذ بداية تدوين التاريخ الإنساني البشري على وجه الأرض. وبكل تأكيد جرى فيه ما جرى في المجتمعات والدول والأنظمة التي قامت قبله وبعده. إن بداية تاريخ الإسلام والشريعة المحمدية يبدأان بنزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان قد بلغ من العمر 40 عاما، عاش بعدها 23 سنة، تتنزل عليه الآيات والسور وتكتب وتحفظ في الرقاع وفي الألواح وفي الأوراق. هذا الكتاب المقدس الذي يحوي على تاريخ الرسل أيضا، ويحوي على أحكام نزلت بمناسبات جرت في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنستطيع القول إن بداية تاريخ الإسلام مثبتة في كتاب مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو القرآن الكريم، فيه من حياة رسول الله وآل بيته وأصحابه وما جرى معهم من الوقائع. فلا يستطيع أحد من المسلمين أن يقول إن فيه شيء من الزيادة أو النقصان أو التحريف، ولم تدخل في تدوينه الأهواء الشخصية أو مصالح المؤرخين. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ب150 عاما، بدأ كتابة الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن حياة النبي وعن أقواله وأفعاله وتقاريره. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نهى عن كتابة الحديث عنه لكي لا يختلط بالقرآن الكريم. وهنا المشكلة التي تقع في تدوين التاريخ الإسلامي، حيث اختلطت الآراء والأفكار والتوجهات والمعتقدات والتفسيرات للقرآن الكريم، ثم وضعت كتب الأحاديث الشريفة، والتي كانت الأحاديث الصحيحة والمتواترة والمشهورة والحسنة والمسندة، وكانت الأحاديث الضعيفة والموتورات والموضوعة. ومن هنا جاء دور المؤرخين الانتهازيين، كما كان في بقية الدول والأمم الإمبراطوريات والسلطنات التي قامت قبل أو بعد حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأ دور علماء البلاط والسلاطين بخلق الأحاديث وإيرادها وتحريفها وزيادتها ونقصانها، والإتيان بأحاديث تؤيد ما هو عليه السلطان والخليفة كائنا من كان، وذكر المآثر والمفاخر والمدح بشأنه. أما من يعاديهم فكريا أو سياسيا فكان يتم إيراد واصطناع الأحاديث والوقائع الغير واقعية لمحاربتهم وإخراجهم من ملة الإسلام وتكفيرهم وشرعنة قتلهم، كما نرى هذه الأيام من الهجوم على الإسلام باسم الإسلام من التكفير. لذلك فإن التاريخ كان ولا يزال يكتبه الأقوياء والزعامات ومن يلف حوله من المستفيدين. وإذا رجعنا إلى التاريخ وننظر إليه بعين الإنسانية، وعلينا صحبه المحمدية وعين المساواة وعين العدالة، نرى أن كثيرا من الجرائم الكبيرة التي تمت باسم طابع الفتوحات والانتصار، ولكن لم تكن إلا عبارة عن قمع المخالفين
والمعارضين للسياسة، ولكن ما جرى في الحكومات المتعاقبة والإدارات والأنظمة لم يكن بهذا المستوى. والأخ يقتل أخاه على كرسي أبيه لأجل أن يستلم، كما حصل مع المأمون والأمين. وأيضا كان الأب يقتل أبنائه حينما يراهم خطرا على سلطنته، كما في السلطنة العثمانية، وعم يكيد لابن أخيه، وصراعاتهم على البقاء في السلطة. وكل أولئك التاريخ يذكرهم باسم الأبطال وخلفاء الإسلام. لذلك فإن التاريخ الإسلامي الصحيح يختلف تماما عن ذلك التاريخ السلطوي الدولتي. للوهلة الأولى، حين ترى بأم عينيك حجم التزييف الذي يطال كل شيء تقريبا، وتعاصر هذا الكذب البواح والتلفيق المجاني حول الأحداث المتسارعة والمتعاقبة المميزة لعالم اليوم، تطرح سؤال الثقة حول التاريخ برمته، ويتبادر إلى ذهنك التساؤل الأكبر: إذا كان الواقع يحرف أمام أعيننا، فما بال التاريخ الذي وصل إلينا من العصور السالفة؟ هل ما نقرأ اليوم في كتب التاريخ يعكس الصورة الحقيقية لما جرى بالفعل في فترات معينة من تاريخ البشرية؟ هل كل هذه المجلدات الكبيرة المصففة فوق رفوف مكتباتنا تحوي في داخلها الحقيقة، أم مجرد سرد لأكاذيب وأفكار ومتخيلات بعيدة كل البعد عن الواقع؟ وإذا كانت تعكس الحقيقة، فكم نسبتها؟ هل يطغى الصدق على الكذب، أم يطغى البهتان فيكاد يحجب الأول كليا؟ كل من يتتبع أحداث اليوم المتناقضة والمعقدة في فهمها وتفسيرها وتعدد روافدها، لا بد أن يراوده الشك فيما قد اطلع عليه من تاريخ البشرية الغابر، فيدخل في صراع نفسي قد يجره إلى فقد الثقة تماما فيما قرأه أو درسه، وقد يرمي كل شيء وراء ظهره بعد أن يصل نضجه المعرفي إلى درجة يرفض فيه كل ما يعرض عليه في قالب مزين مشوق، لكنه فاقد لمعايير الدقة والموضوعية. يقول الناقد الفرنسي أناتول فرانس: كل كتب التاريخ التي لا تحتوي على أكاذيب مملة للغاية. لعل ثروات ضخمة تصرف اليوم بهدف حجب ما لا يراد له أن يشكل حديث كل لسان، ووشوشة الصغير والكبير، من قبيل شراء الذمم والأقلام وشن الهجمات الرقمية واختلاق أحداث وهمية لقلب الأنظار عن مجريات ملتهبة غير مرحب بها على الإطلاق. هذا الأمر يمثل شئنا أم أبينا شكلا من أشكال كتابة التاريخ. تاريخ محشو بالأكاذيب يقلب الحقائق رأسا على عقب، ولا يعد أن يكون تمخضا لصراعات سياسية محضة تدفع ثمنها الأجيال القادمة التواقة لقراءة تاريخنا. يقول البطل القومي الفلبيني خوسيه ريزال: كل شخص يكتب التاريخ حسب ما يناسبه. هل سبق للعرب أن هزموا إسرائيل كما يقولون في حرب أكتوبر، أم هو تاريخ مغلوط لا أساس له من الصحة؟ هل تلك الأفلام الوثائقية التي صورت لنا على أنها ملاحم بطولية وانتصارات مدوية حدثت على أرض الواقع، أم أنه مجرد خيال كاتب في ليلة أمنيات مقمرة من باب غيرته على النخوة العربية؟ وهل تلك الاكتشافات التي دونت بأسماء علماء عرب وعجم كانت من عصارة عبقريتهم بالفعل، أم هي من عرق جبين شخصيات وأدها التاريخ وظلت مجهولة إلى اليوم، فضلت بيع اختراعاتها خلسة بسبب الحاجة مقابل حفنة من النقود؟ هل كانت فعلا بعض الشخصيات التاريخية المعروفة بتلك الطيبوبة أو القسوة كما تناقلتها الكتب والمخطوطات، أم أن جلها كذب وافتراء لعبت فيه سلطة السياسة دورا فعالا في تجميلهم والترغيب فيهم تارة، أو تقبيحهم والتنفير منهم تارة أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك؟ فكل مجال تقتحمه السياسة تفسده، وإذا سلمنا أن السياسة اقتحمت كل مناحي الحياة، فهي بذلك أفسدت كل شيء أو تكاد. ولو جرد التاريخ من عباءته السياسية ومكانته المقدسة في ثقافتنا، لا لشيء سوى لأننا سمعناه من أجدادنا وورثناه عنهم، لوجدنا تاريخا مختلفا تماما عمن نعرفه اليوم. هل وطأت بالفعل أقدام الإنسان سطح القمر، أم أن الأمر مجرد مسرحية افتضح أمرها وجاءت في فترة كان الاحتدام والتنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي على أشده؟ كيف سيصور التاريخ رجل مصر الأول عبد الفتاح السيسي منقذ مصر، أم رجل العسكر المنقلب على الشرعية؟ وهل سينصف التاريخ الرئيس المعزول محمد مرسي المغيب
في دهاليز السجون، وهو الذي حكم مصر لشهور فقط في انتخابات ديمقراطية لم تشهد البلاد مثيلا لها من قبل؟ هل سيسجل التاريخ الربيع العربي على أنه انتفاضة ضد الظلم والاستبداد وصرخة من المقهورين ملأ صداها الأرض؟ أم سيصفه بأنه تمرد شعبي دبر من أيادي خفية لزحزحة استقرار البلاد بعد أن كان ينعم في رغد الهناء والديمقراطية؟ وهناك من سيصدق أن غزو العراق كان بسبب أسلحة الدمار الشامل، رغم أن ذلك يعد أحد أكبر الأكاذيب في تاريخ الحروب على مر التاريخ البشري. كيف سيكتب هذا التاريخ وغيره؟ وكيف سيورث للأجيال القادمة؟ لا أتحدث هنا عن تاريخ موثق بأسانيد دقيقة كما هو حال تاريخنا الإسلامي في حقبة زمنية محددة، ويبدو أنه بعد ذلك لم يسلم هو الآخر من التزييف والكذب واختلاق الأحداث وافتعال المكائد، حيث اختلط الحابل بالنابل وأصبح الكل يدلي بدلوه حسب توجهاته ومعتقداته. ولم تسلم كذلك الكتب السماوية المقدسة من الزيادة والنقصان، فأضيف لها ما أريد له أن يضاف لخدمة مصالح وأطراف، وانتزع منها ما أريد له أن يندثر من على وجه الأرض إلى الأبد، كما حصل للتوراة والإنجيل. لا تثقوا في التاريخ، خذوه على سبيل الاستئناس، فالتاريخ الذي بين أيدينا أريد له أن يكون على هذا المنوال، وفصلت أجزاؤه على مقياس مدروس بعناية كما نعيشه اليوم، فقسم منه نقح وصفي وأزيلت منه كل الشوائب وأضيفت له كل المحاسن، وقدم في طابق من ذهب ليكون ملهم النشأ وعماد المناهج الدراسية، فتجد دولا تدافع عنه وتفرضه، بل وتجرم من لا يصدقه. تاريخ مسح من الذاكرة ومن الوجود، ولا تعرف ماهيته، وهو النوع الذي تتوفر فيه مقاييس الصحة والمصداقية، ولم يجد المتربصون به صعوبة في طمسه والتخلص منه، فيكفي أن قبروا أثره ووضعوا حدا لحياة حامليه. تاريخ مطعون فيه، وهذا الطعن لا يستند إلى أدلة أو براهين ملموسة، بل إلى حقد دفين ونية مبيتة تماشيا مع الأهواء والرغبات، مما يجعل باب الاصطدام والهدم مفتوحا على مصراعيه. من هنا تظل قضية الثقة العمياء في تاريخ البشرية أقرب إلى الاستحالة. هناك فعلا هامش للصدق لا محالة، ولكن القدر الأكبر لا يخلو من البهتان والتزوير، رغم أنه قد يبدو للغالبية العظمى ضمن دائرة الاعتقاد والتسليم، لعل ثروات ضخمة تصرف اليوم بهدف حجب ما لا يراد له أن يشكل حديث كل لسان ووشوشة الصغير والكبير، من قبيل شراء الذمم والأقلام وشن الهجمات الرقمية واختلاق أحداث وهمية لقلب الأنظار عن مجريات ملتهبة غير مرحب بها على الإطلاق. هذا الأمر يمثل شئنا أم أبينا شكلا من أشكال كتابة التاريخ، تاريخ محشو بالأكاذيب يقلب الحقائق رأسا على عقب، ولا يعدو أن يكون تمحضا لصراعات سياسية محضة تدفع ثمنها الأجيال القادمة التوقة لقراءة تاريخنا. يقول البطل القومي الفلبيني خوسيه ريزال: كل شخص يكتب التاريخ حسب ما يناسبه. هل سبق للعرب أن هزموا إسرائيل كما يقولون في حرب أكتوبر 73؟ أم هو تاريخ مغلوط لا أساس له من الصحة؟ هل تلك الأفلام الوثائقية التي صورت لنا على أنها ملاحم بطولية وانتصارات مدوية حدثت على أرض الواقع؟ أم أنه مجرد خيال كاتب في ليلة أمنيات مقمرة من باب غيرته على النحوة العربية؟ وهل تلك الاكتشافات التي دونت بأسماء علماء عرب وعجم كانت من عصارة عبقريتهم بالفعل؟ أم هي من عرق جبين شخصيات وأدها التاريخ وظلت مجهولة إلى اليوم، فضلت بيع اختراعاتها خلسة بسبب الحاجة مقابل حفنة من النقود؟ هل كانت فعلا بعض الشخصيات التاريخية المعروفة بتلك الطيبوبة أو القسوة كما تناقلتها الكتب والمخطوطات؟ أم أن جلها كذب وافتراء لعبت فيه سلطة السياسة دورا فعالا في تجميلهم والترغيب فيهم تارة، أو تقبيحهم والتنفير منهم تارة أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك؟ فكل مجال تقتحمه السياسة تفسده، وإذا سلمنا أن السياسة اقتحمت كل مناحي الحياة فهي بذلك أفسدت كل شيء أو تكاد. ولو جرد التاريخ من عباءته السياسية
ومكانته المقدسة في ثقافتنا، لا لشيء سوى لأننا سمعناه من أجدادنا وورثناه عنهم، لوجدنا تاريخا مختلفا تماما عمن نعرفه اليوم. هل وطأت بالفعل أقدام الإنسان سطح القمر، أم أن الأمر مجرد مسرحية افتضح أمرها وجاءت في فترة كان الاحتدام والتنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي على أشده؟ كيف سيصور التاريخ رجل مصر الأول عبد الفتاح السيسي منقذ مصر، أم رجل العسكر المنقلب على الشرعية؟ وهل سينصف التاريخ الرئيس المعزول محمد مرسي المغيب في دهاليز السجون، وهو الذي حكم مصر لشهور فقط في انتخابات ديمقراطية لم تشهد البلاد مثيلا لها من قبل؟ هل سيسجل التاريخ الربيع العربي على أنه انتفاضة ضد الظلم والاستبداد وصرخة من المقهورين ملأ صداها الأرض، أم سيصفه بأنه تمرد شعبي دبر من أيادي خفية لزحزحة استقرار البلاد بعد أن كان ينعم في رغد الهناء والديمقراطية؟ وهناك من سيصدق أن غزو العراق كان بسبب أسلحة الدمار الشامل، رغم أن ذلك يعد أحد أكبر الأكاذيب في تاريخ الحروب على مر التاريخ البشري. كيف سيكتب هذا التاريخ وغيره؟ وكيف سيورث للأجيال القادمة؟ لا أتحدث هنا عن تاريخ موثق بأسانيد دقيقة كما هو حال تاريخنا الإسلامي في حقبة زمنية محددة، ويبدو أنه بعد ذلك لم يسلم هو الآخر من التزييف والكذب واختلاق الأحداث وافتعال المكائد، حيث اختلط الحابل بالنابل وأصبح الكل يدلي بدلوه حسب توجهاته ومعتقداته. ولم تسلم كذلك الكتب السماوية المقدسة من الزيادة والنقصان، فأضيف لها ما أريد له أن يضاف لخدمة مصالح وأطراف، وانتزع منها ما أريد له أن يندثر من على وجه الأرض إلى الأبد، كما حصل للتوراة والإنجيل. لا تثقوا في التاريخ، خذوه على سبيل الاستئناس، فالتاريخ الذي بين أيدينا أريد له أن يكون على هذا المنوال، وفصلت أجزاؤه على مقياس مدروس بعناية كما نعيشه اليوم، فقسم منه نقح وصفي وأزيلت منه كل الشوائب وأضيفت له كل المحاسن، وقدم في طابق من ذهب ليكون ملهم النشء وعماد المناهج الدراسية، فتجد دولا تدافع عنه وتفرضه، بل وتجرم من لا يصدقه. تاريخ مسحى من الذاكرة ومن الوجود ولا تعرف ماهيته، وهو النوع الذي تتوفر فيه مقاييس الصحة والمصداقية، ولم يجد المتربصون به صعوبة في طمسه والتخلص منه، فيكفي أن قبروا أثره ووضعوا حدا لحياة حامليه. تاريخ مطعون فيه، وهذا الطعن لا يستند إلى أدلة أو براهين ملموسة، بل إلى حقد دفين ونية مبيتة، لا يسلم من كيل الاتهامات والتأويل تماشيا مع الأهواء والرغبات، مما يجعل باب الاصطدام والهدم مفتوحا على مصراعيه. من هنا تظل قضية الثقة العمياء في تاريخ البشرية أقرب إلى الاستحالة. هناك فعلا هامش للصدق لا محالة، ولكن القدر الأكبر لا يخلو من البهتان والتزوير، رغم أنه قد يبدو للغالبية العظمى ضمن دائرة الاعتقاد والتسليم. ويستمر الصراع الذي لن ينتهي أبدا بين صنوف الشك ونبراس اليقين، فلا مفر من إعادة متأنية ومحايدة لقراءة التاريخ من أبعاد مختلفة، مع إعمال العقل والضمير الحي وتشغيل الحدس الإنساني. ولا بد للفئة المثقفة أن تشمر على سواعدها وتضاعف من مجهوداتها ومراجعاتها في هذا السياق، وأن تأخذ على عاتقها العهد بحماية التاريخ من التزوير الممنهج والحفظ المشوه الذي يطاله أمام أعيننا. فالأمة التي لا تحفظ تاريخها لا تحفظ ذاتها. بالنسبة إلى تزييف التاريخ، نعرف أن كل دولة في تاريخ الإسلام تستولي على السلطة، فإنها تلغي إيجابيات ما وتحرق كتبها وتشوه كل منجزاتها، ثم تكتب تاريخا جديدا لها على أنقاض تاريخ الدولة المنقرضة، بحيث يتم كتابة التاريخ الجديد بما يتناسب وطموحات الدولة الجديدة وفكرها وسيطرتها. أما من حيث التناقض الذي يعاني منه التاريخ الإسلامي، فيكفي أن يتأمل المرء في كيفية أدلجة ذلك التاريخ الممزوج بالفكر الديني، لكي يصبح ذلك التاريخ ثابتا مقدسا لا يجوز التشكيك فيه. فمثلا عندما تولى الخليفة أبو بكر الخلافة بعد الرسول، رفض بعض المسلمين مبايعة أبي بكر وامتنعوا عن دفع الزكاة له، وهو خلاف سياسي وليس دينيا.
لكن التاريخ الإسلامي قد وصف أولئك الذين رفضوا المبايعة لأبي بكر بالمرتدين عن الإسلام، ولم يتم وصف الذين رفضوا استمرار الخليفة عثمان بن عفان كخليفة بالمرتدين. كذلك لم يتم وصف الذين حاربوا الخليفة علي بن أبي طالب في معركة الدين أيضا. أي أن التاريخ الإسلامي لكي يكون منصفا فإنه يجب أن يصف كل المعارضين لخلافة أبي بكر وعثمان وعلي، أما كمعارضين سياسيين جميعهم أو كمرتدين. ولذلك فإن الإدلال في التناقض يعتبر تزييفا للتاريخ حين يتم تطبيق الأحكام على تلك الصراعات حسب رؤية تاريخية غير محايدة، مما يجعلها غير عادلة. حينها يكون التاريخ بتناقضه زيفا، وبتزييفه للحقائق وللأحكام يكون متناقضا، وعندما يختلط الزيف بالتناقض تضيع الحقيقة، حتى يتم إعادة كتابة ذلك التاريخ بنوع من الإنصاف والحيادية والعدل. وهل تعتقد أن ما تعانيه الأمة الإسلامية من تخلف حضاري وحروب وصراعات في عصر يعتبر من أكثر عصور التاريخ ازدهارا وتطورا هو نتيجة لما أفرزه ذلك التاريخ المزور من حقائق مزيفة وتناقضات تحرف العقل عن التفكير المنطقي الذي يجعله يتعايش مع العالم المتحضر دون صراعات أو تخلف؟ بكل تأكيد التاريخ المزيف يخلق فكرا مزيفا، لأن الفكر يستقي من ذلك التاريخ المزيف حقائق مزيفة، مما يجعل من العقل المنتج للفكر عقلا يملأه الزيف، حتى أصبح ذلك العقل لا يفكر بمنهجية سليمة، مما يجعله دائما في صراع مع العقول الأخرى التي تجاوزت عقدة التاريخ المزيف. وذلك التاريخ الإسلامي المزيف لم يخلق بزيفه مشكلة بين الإسلامي والإسلامي فحسب، وإنما خلق للإسلامي بشكل عام مشكلة مع الآخر غير الإسلامي بسبب اعتماد الإسلامي على بعض حقائق التاريخ المزيفة كمقدس ينطلق منه في التعامل مع الآخر غير الإسلامي، مثلما كل إسلامي قد جعل له حقائق من تاريخه الخاص مقدسا ينطلق منه في التعامل مع كل إسلامي آخر، حتى أصبح الإسلامي في صراع مستمر مع نفسه ومع الآخر دون أن يتمكن من الانفلات من عقد التاريخ وأعبائه كي ينطلق كالآخرين متحدا من العقل وسيلة للتعايش مع الأخر والحضارات، حتى يستطيع أن يبني حضارة متجانسة ومتفاعلة مع حضارة الآخرين، أو أن يكون جزءا من حضارة عالمية جديدة تمتزج فيها كل الثقافات والشعوب دون أن تفقد الإنسان تميزه وهويته التي لا يريد المسلم أن ينعتق عنها. ولكن ألا ترى أن تلك التناقضات القديمة في التاريخ الإسلامي كالتي ذكرتها في بداية حوارنا هذا قد أصبحت أما تلد كل يوم الكثير من التناقضات التي تحير العقول وتشغلها عن التفكير الصحيح الذي يجعل العقل منتجا ومتطورا؟ بلى، والدليل أن تجار الدين المتأسلمين السياسيين قد نهجوا نفس النهج القديم الذي نعت من لم يبايعوا أبي بكر خليفة بالمرتدين، ومن حاربوا عثمان وعلي بغير المرتدين. فبعض الإسلاميين السياسيين قد اعتبروا القتال في أفغانستان مع أمريكا ضد الاتحاد السوفيتي جهادا، لكنهم غيروا رأيهم مجرد أن أصبح العدو أمريكا، بالرغم أن الحرب على نفس الأرض الأفغانية التي تم إعلان الجهاد منها على الاتحاد السوفيتي الذي كان العدو في الحرب الأولى، وقس على ذلك كثيرا في العراق وفلسطين ولبنان وغير ذلك من التناقضات التي تجعل من السياسة دينا ومن الدين سياسة، بحيث يتم استغلال الدين لغرض سياسي واستغلال السياسة لغرض ديني، ليس لخدمة هدف مقدس في كلتا الحالتين، وإنما لغايات سلطوية بحتة. ومتى يا ترى سوف يتخلص المسلمون من عقدة التاريخ المزيف والمتناقض؟ كل أن التاريخ المزيف أنتج حقائق مزيفة استقى العقل منها فكرا مزيفا، ولكي نعيد صياغة التاريخ ونعيد صياغة الحقائق التي يستقي منها العقل فكرة، علينا أن نعيد صياغة الفكر نفسه. فكما كانت المعادلة تاريخ مزيف أرى حقائق مزيفة إكنا فكر مزيف، علينا أن نقلب المعادلة لتصبح فكر جديد أساسه العقل المفكر المتجرد من عواطفه وخرافاته وزيفه، إن حقائق جديدة غير مزيفة، إن تاريخ جديد لا مقدس في أحكامه، محور إنتاجه العقل الذي لا ينتج سوى الفكر الحر الأول. لكننا نريد الانعتاق من أحمال التاريخ لننطلق مع الشعوب نحو المستقبل. التاريخ الجديد الذي يصنعه الفكر الحر هو قاعدة لانطلاق العقل نحو المستقبل، لأنه لن يكون فيه زيف ولا خرافة، وسوف ينطلق العقل بلا أحمال أو أعباء،
وكلما عاد العقل لينهل من حقائق التاريخ الجديد فلن يجد شيئا من ماضي متناقض أو متعاند مع العقل. العقل الحر يرفض الخضوع لحقائق مزيفة ومتناقضة، لكنه يؤسس لتاريخ جديد جوهره الحقائق التي لا تحمل زيفا ولا تتناقض مع إحكام العقل.